مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من البرنامج. ضيفي وضيفكم اليوم يعد أحد أبرز العلماء والخبراء المصريين والدوليين في مجالات علم الأمراض وصحة الأسماك والاستزراع السمكي، وواحدا من الرموز العلمية التي جمعت بين البحث الأكاديمي الرفيع والعمل التنفيذي المؤثر. إنه الأستاذ الدكتور صلاح مصلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بمجلس الوزراء، وأستاذ علم الأمراض بكلية الطب البيطري جامعة قناة السويس. ولد بالمحلة الكبرى عام 1962، وحصل على الدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية، وتدرج في المناصب الأكاديمية حتى أصبح أستاذاً لعلم الأمراض ورئيساً لعدد من الأقسام والمعاهد العلمية داخل مصر وخارجها. صنف مصلحي ضمن أفضل 2% من علماء العالم وفقاً للتصنيفات الدولية للأعوام المتتالية من 2020 حتى 2025، في تأكيد على التأثير العلمي العالمي لأبحاثه وإسهاماته البحثية. نشر ما يزيد على 235 بحثاً علمياً في مجلات ومؤتمرات محلية ودولية. شارك الدكتور صلاح مصلحي في صياغة الاستراتيجيات القومية لتنمية الثروة السمكية والاستزراع السمكي في مصر، كما عمل خبيراً واستشارياً لعدد من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، من بينها منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، والمركز الدولي للأسماك. ومثل مصر وأفريقيا في العديد من المحافل العلمية الدولية. نال خلال مسيرته أكثر من 10 جوائز علمية محلية ودولية، وأسهم في تدريب آلاف المتخصصين من الأطباء البيطريين والباحثين ورجال الأعمال في مجالات صحة الأسماك والاستزراع السمكي داخل مصر وخارجها، ليبقى نموذجاً للعالم التنفيذي الذي يوظف العلم في خدمة التنمية الوطنية. علمنا الجليل الاستاذ الدكتور صلاح مصلحي، استاذ الامراض بكليه الطب البيطري جامعه قناه السويس، ورئيس مجلس اداره جهاز تنميه وحمايه البحيرات والثروه السمكيه. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك استاذ احمد بيه، اهلا وسهلا.